أنصار السيادة في لبنان ببدع وأفكار لم تخطر في عقل وفي بال إنسان. ومن هذه الأفكار مطالبة إيران بدفع مستحقات مقابل ما يحملونها سببه يعني في الأحداث الجنوبية وفي الحرب الأخيرة التي حصلت. وبغض النظر عن الموقف الشخصي، وهنا لسنا في وارد الدفاع لأجل الدفاع، وإنما من يعرف أهل الإيرانيين، ومن يعرف هذا الشعب وهذه القيادة، يدرك أنهم لا يقصرون البتة في حق حلفائهم، وأن من ثقافة بلاد فارس رد الجميل، ومن ثقافة الإيرانيين رد الجميل والوفاء، وخاصة لمن كان معهم في اللحظات الصعبة وفي الاستحقاقات المصيرية الكبرى من في تاريخ هذه المنطقة الملتهبة. ولكن لهؤلاء الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم سياديين، يعني ألا يجدر بكم أن تسألوا الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن تطالب الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو وحكومته بأن يعوضوا على اللبنانيين وأن يعتذروا من البشرية جمعاء بعد كل ما حدث؟ ألا يجدر بكم أن تسألوا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لماذا دعمت إسرائيل لتقوم بكل ما قامت به؟ ألا يجدر بكم أن تسألوا ترامب أو تسألوا أصدقائكم في الولايات المتحدة لماذا كل هذا الدعم؟ ألا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعوض وأن تقدم للبنانيين بعد دعمها اللامحدود لإسرائيل؟ نحن لسنا بمعرض الدفاع عن أحد فقط هيك دون سبب مقنع، ولكن إذا كان على إيران أن يعني تقوم بدفع تعويضات، وأعتقد أنها ستقوم بذلك ليست مرغمة، وإنما من منظار محبتها للبنان واللبنانيين والجنوبيين، ومن منظار معرفتها أن أبناء الجنوب وأن المقاومة في لبنان كانت حليفا صادقا حقيقيا جديا في الزمن الصعب. لقد وقف الجنوبيون واللبنانيون والمقاومة في لبنان مع إيران وقفة العز والبطولة والثبات والصدق، وهي تدرك جيدا، وأعتقد أنها مثل في رد الجميل. أختم لأقول: السيادة لا تكون مجتزأة، السيادة إما تكون كاملة أو لا تكون. لذلك يا من تتحفوننا كل يوم بنظريات وعبقريات وخطابات السيادة، ألا يجدر بكم كما تريدون من إيران التعويض أن تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعتذر وأن تعوض، وأن تطالبوا ما يسمى المجتمع الدولي هذه الكذبة الكبرى بمحاسبة نتنياهو بعد كل هذا الشلال من الدماء؟ يعني يقتضي المنطق